السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي قناة مع سارة أم. أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية. متتبعي أعزاء صغارا كانوا أو كبارا، ونزولا عند رغبة بعض الصديقات، الاستمرار في سرد حكايات أو نوادر جحا الجميلة والمسلية ولما فيها من حكم. اليوم إن شاء الله اخترت لكم قصة جميلة من قصص نوادر جحا، وهي جحا والجار الطماع. قصة فيها عبر كثيرة، أتمنى أن تنال إعجابكم. طبعا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. قصة ممتعة. كان للجار الطماع مزرعة غنية بأشجار الفواكه ومزروعات أخرى متنوعة، وكان يجاور مزرعته مزرعة أكبر يملكها جحا، ولا يفصل بعضهما عن بعض إلا كومة من الحجارة. كان الطماع يتمنى لو أمكنه أن يزيد مساحة مزرعته، ولو على حساب مزرعة جاره جحا، وفكر في هذا كثيرا حتى أتعبه الفكر. وفي أحد الليالي المظلمة نزل الجار إلى مزرعة جحا وهو يتحسس طريقه من شدة الظلام، حتى وصل إلى كومة الحجارة التي تفصل بين المزرعتين، وأخذ يرفعها حجرا حجرا، ونقلها جميعا إلى داخل أرض جاره جحا. ولما انتهى من عمله تسلل راجعا إلى منزله وهو مسرور بما فعل. مضت أيام وأيام ولم ينتبه جحا إلى ما فعله جاره الطماع، ولم يكتشف شيئا مما حدث، فاطمأن الجار إلى ذلك وزرع في الأرض التي سلبها بعض أشجار الفواكه. وبعد مدة طويلة نمى الشجر، فأراد الطماع أن يضع له مساند تمتد عليها الثمار، فأتى بسلم كبير من الخشب يتسلق عليه ليضع المساند التي تمتد عليها الثمار. صعد الطماع على السلم مسرورا، ثم أخذ يتطلع إلى الثمار الجديدة فيراها جميلة، بل أجمل من كل الثمار في المزارع المجاورة. راح يناجي نفسه وثماره ويقول: ما أبدع هذه الثمار، لقد قمت بعمل كبير منتج. نعم، هكذا نتساوى في المزرعتين، ولم يعد جحا أكثر مني أرضا. والآن يمكنني أن أثبت ملكيتي لهذه الأرض الجديدة بهذه الأشجار المثمرة، وبرهان ذلك هذه الأحجار التي تضع حدا فاصلا بين مزرعتي ومزرعة جحا. إني سعيد، إني. وما كاد يتم كلماته حتى سقط به السلم الذي يقف عليه، فانكفأ على ظهره فوق الأحجار، وتكسرت أضلاعه وسال دمه غزيرا، فأخذ يصيح حينا ويئن ويتوجع حينا آخر. وكان جحا يدخل لأول مرة مزرعته ويتوجه ناحية الحجارة منذ أن سلبه الطماع قطعة منها، فسمعه وعرف صوته فأتاه مسرعا. نقل جحا الطماع إلى بيته وهو يواسيه ويخفف من ألمه ويحاول أن يضمد جروحه. بعد مدة شفي الطماع ورجع إلى صوابه،
فجاء إلى جاره جحا يعترف بجرمه. قال له جحا: أتظنني قد تركت أرضي بلا حراسة؟ أو تظن أن الحارس لم يرك وأنت تسرق الأرض؟ قال الطماع مندهشا: من هذا الذي رآني؟ قال له جحا: الله الذي يعلم السر وأخفى، يراك أيها الغبي أينما كنت ويكشف أمرك. وفي اليوم التالي نقل الطماع الأحجار الفاصلة إلى ما كانت عليه، وهو يقول: الآن فقط انقشعت الغشاوة عن عيني، وإني أحمد الله على أني نلت جزائي ورددت كل شيء إلى وضعه. أعزائي الصغار ومتتبعي قناة مع سارة أم، أتمنى أن تنال قصتي لليوم إعجابكم. قصة جميلة فيها عبرة وموعظة عن الطمع أو الطماع ولما له من عواقب. فالقناعة والطمع هما الغنى والفقر، فربما فقير هو أغنى منك بقناعته، وربما غني هو أفقر منك بطمعه. كن قنوعا تعش غنيا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وترك تعليق عن القصة. أستودعكم الله إلى القصة القادمة بحول الله، وتصبحون على ألف ألف خير.